مفيش ست بيت ما بتعرفش تخلي البتنجان، وهو من أحلى وأسهل المخللات، وطبعا لما نعمله بإيدينا أحسن بكتير ما نجيبه من بره. جربت طرق كتير أو مش طرق كتير، يعني هي الطريقة الأصلية إن هو يتقلي. فحبيت إن أنا أجرب حاجة أخف، فجربت إن أنا أسلقه، طلع مش وحش. بس جربت طريقة جديدة والحقيقة إنها نجحت، فحبيت إن أنا أشاركها معاكم. وهو إن إحنا نسويه في الكيس الحراري. الفكرة كانت بالنسبة لي غريبة جدا، بس قلت أجربها مش هخسر حاجة. وبصراحة إن لقيتها لطيفة جدا وسهلة وسريعة كمان. التتبيلة تتبيلتي تتبيلة منجزة قوي هتعجبكم، بس الطريقة نفسها، طريقة تسوية البتنجان هي دي اللي أنا حابة إن أنا أشارككم بيها. أول حاجة بنجهز البتنجان عادي جدا، وبنشقه من النص، وبنحطه على طول في الكيس. بنرش شوية زيت بوصات عشان بس نضمن انه مش هيلزق في الكيس، ويكون الفرن سخن عشان لازم الكيس الحراري يدخل في فرن سخن، وده بيساعد ان هو ينفخ على طول. وبس كده هنحطه في الكيس وناخد بس بالنا ان احنا نسيب شوية هوا علشان جوه الكيس قبل ما نقفله، عشان هو ده اللي بيسوي الاكل اللي جوه. وهنعمل حاجة بس دي لزيادة الأمان مش أكتر، إن احنا هنشك الكيس بخلة زيادة أمان، بس علشان نضمن إن هو ما يفرقعش. وهو مش العادي إن هو يفرقع، بس يعني عشان نكون مطمنين. وبس كده هيدخل الفرن، هيقعد حوالي نص ساعة، ساعة إلا ربع، يعني على حسب قوة الفرن، على حسب ما احنا كمان هنشوفه استوى ولا لأ. هنا بقى هنجهز التتبيلة، تتبيلة سهلة جدا. ده الفلفل الأحمر اللي أنا كنت قلتلكوا عليه من كام يوم، فرمته. وهنا بقى هستعمله حوالي 3 أو 4 معالق كبار. طبعا الكمية دي بترجع لكم، وبترجع كمان لكمية البتنجان اللي احنا مستخدمينه. فأول حاجة الفلفل الأحمر والثوم، ومعانا التوابل الجافة، كزبرة وكمون وملح، وفي فلفل أسود بس هو ما حطيتوش دلوقتي، حطيته بعد كده. ومعانا خل وعصير ليمونة كبيرة، وكمان رشة من الشطة. يعني يا سلام بقى، يفضل انه يكون في فلفل اخضر حامي، بس لو الناس اللي ما بتستحملش الحاجات الحامية قوي، فبس يدوب رشة شطة علشان تدي يعني تعزز الطعم بس مش اكتر. هنقلب بقى هنا، بصوا لونه خطير، لونه حلو جدا، اللون الفلفل بيبقى حلو قوي. وبس كده هنزود بقى الفلفل والشطة. كده التتبيلة جهزت خلاص، وكمان البتنجان جاهز. هنا لسه طالع حالا من الفرن، حبيت بس اوريكم شكله لان طبعا هو دلوقتي سخن جدا. فده شكل الكيس، و ده شكله بقى، شكل البتنجان طري جدا، القشرة بتاعته طرية مش ناشفة، ودي اهم حاجة. هنسيبه بقى يهدى عشان نقدر نتعامل معاه. وده شكل الكيس، هوريكم كمان شكل الكيس بعد ما فضينا منه البتنجان، ان هو مفيش حاجة لازقة فيه خالص، فكان لطيف. والزيت طبعا ساعد في كده. بس كده بصوا هو طاري ازاي، حتى السكينة بتشكه بسهولة. يعني بصراحة كانت فكرة لطيفة، ما ندمتش عليها يعني. هنبدأ بقى ان احنا نحط الحشوة، وهنشوف شكله بعد لما نخلص. طبعا التتبيلة دي ما بتتسبش، تتحط كده على وش البتنجان لغاية ما يتشرب بقى بطعمها، بيبقى حلو جدا جدا. هنا كمان في بتنجان كنت انا عاملاه قبلها من يومين، بصوا بقى شكله طري، بيتقطع بسهولة. فبصراحة لطيف جدا، يعني فكرة ناجحة ويا ريت تجربوها. بصوا طري ازاي، حلو قوي. حطيتهم بقى على بعض علشان كده يشربوا من الطعم بقى كله مع بعضه. ويا رب تجربوا الوصفة دي وتقولوا لي رأيكم، وتقولوا لي لو في أي سؤال أو أي استفسار. ودي بقى آخر حاجة كده، أنا مزاجي بحب قوي
بتنجان في العيش البلدي، فبتبقى أكلة لطيفة جدًا، فجربوها برضه وبألف هنا وشفا.